يا محمد ما تقوم تعمل لنا كده كوبايتين شاي. لا والله، ده على اساس يعني ان انت الراجل ولا الست؟ ايه يا محمد، دي ما فيهاش راجل ولا ست. طب ما تقوم انت، ولا انت خلاص مشلوله؟ يا محمد انا تعبانه والله. تعبانه ايه؟ ما انت كنت بتتنططي زي القرده من شويه. كل ده علشان قلت لك اعمل لي كوبايه شاي. يا شيخ حرام عليك، ده انا ليل نهار مسح وكنس وغسيل مواعين، وفي الاخر مفيش شكر. لا اله الا الله، ما احنا كنا يا بنتي قاعدين رايقين، حبكت يعني تشغلوا اسطوانه النكد بتاعتك؟ نكد؟ ما انا عارفه في الاخر هتقول عليا ان انا اللي نكديه. عايزه حاجه يا حبيبتي؟ انا داخل انام. نام؟ ما انا عارفه ماليش حد اتسند عليه ومش مقدر حبي ليك. فاكر من 5 سنين كنت بتعاملني ازاي؟ فاكر من 5 سنين؟ يا شيماء يا حبيبتي انا مش فاكر ايه اللي حصل من 5 دقايق. صدقيني نامي واتغطي كويس وهتبقى زي الفل. ها؟ تصبحوا على خير. يا ماما بقول لك كل يوم يقول لي انت نكديه، انا خلاص تعبت مش قادره استحمل العيشه دي. طيب يا ماما انا هكلمك تاني علشان هو جه. انت جيت؟ لا ما جيتش لسه، انا جاي ورايا. تعالى يا محمد بسرعه ادخل. كمان رايق وبتهزر؟ وما بقاش رايق ليه؟ ما هزرش ليه؟ ايه اللي هيعكنني يعني؟ حرام اني اكون رايق وبهزر؟ وده اسلوب واحد رايق ولا بيهزر؟ لا يا هاني، ده اسلوب واحد متضايق ومتعصب. يعني انت كل يوم هتبقى متضايق ومتعصب وتقول عليا انا اللي نكديه؟ مين فينا بقى دلوقتي اللي نكدي؟ طيب يا ستي انا اسف وحقك عليا. يا بنتي ده انت في الحته اللي في الشمال، افهمي بقى يا بنت الحلال. انا عارفه ان انت بتحبني وبتموت فيا، بس برضو ده ما يمنعش ان انت داخل رايق ومبسوط وبتغني. اكيد في حب جديد في حياتك. اعترف. فعلا كما قال الاستاذ مصطفى كامل، لا يأس مع الحياه ولا حياه لمن تنادي. ايه يا ابني انت هتبات في الشغل ولا ايه؟ ما تقوم تروح يا عم. يا عم انا زهقان من البيت، مش عايز اروح اساسا. ما ده كلام؟ ده البيت حب واستقرار ودنيا ودلع، ده انا عايز اتجوز بسبب الحوار ده يا عم. يا حبيبي ما تستعجلش، بكره تتجوز وتسب اللي شرع عليك بالشورى دي. مكبر الموضوع انت، خلي بالك يا عم. اسمع من هنا وطلع من الناحيه التانيه. يا حبيبي ما ياكلش معاهم الحوار ده، الحل الوحيد تبقى نازل اطرش رباني كده من عند ربنا. شيماء مش موجودة. كده الواحد بقى يقعد مع نفسه في روقان وراحت. قصدك ايه يا محمد؟ ايه ده؟ الله يخرب بيتك، في ايه؟ بقى عايز تقعد لوحدك في هدوء؟ ليه؟ انا بعمل لك دوشه وبعكنن عليك؟ شيماء بقول لك ايه، ما تيجي نعمل معاهدة سلام. ازاي يعني؟ يعني لا تكلميني ولا اكلمك. ودي بقى تبقى معاهدة سلام ولا معاهدة خصام؟ ده ابو السلام اللي في الدنيا كله. انا كده كده اصلا هروح عند ماما ابعد يومين كده علشان اعصابي تعبت. على الله بقى حضرتك ترتاح. ايه ده؟ بجد؟ طب والله الفكرة دي جت في دماغي من يومين وكنت عايز اقول لك عليها. طبعا مبسوط ان انا هروح عند ماما. ازاي تقولي كده بس يا حبيبتي؟ انا اصلا مش عارف عايش ازاي في البيت من غيرك اليومين دول. يعني انت يا حبيبي بتحبني ومش عايزني اروح لماما؟ لا طبعا يا حبيبتي، لازم تروحي لامك. رضا الام ده اهم حاجه في الدنيا. يلا بقى انت ايه، اتكلي على الله عشان تلحقي توصلي لها كده وما تتاخريش. يلا حبيبتي مع السلامه. الحمد لله. ايه؟ تلحقتي تروحي وترجعي؟ هروح لماما بالبيجامه يا محمد. لا يا حبيبتي طبعا ما ينفعش، هجيب لك بيجامه تانيه من فوق. فين بقى شيماء مراتك؟ عايزه اشوفها واتعرف عليها. دنيا خطيبتي طبعا نفسها تتعرف على شيماء مراتك، وهتموت وتتعرف عليها ويبقوا صحاب زينا يا عم. طبعا بقى لازم اصاحبها عشان نتفق عليكوا انا وهي. ربنا يسترها علينا منك انت. فين بقى شيماء؟ ما انا عايز اقول لكم بقالي ساعه ان شيماء اساسا مش هنا، هي قاعده مع مامتها بقالها كام يوم. انتوا بس اللي مش مديني فرصه، زهقتوا راجل. اخصى عليك وقاعد في البيت وهي بعيده عنك. صراحه لا عارف اكل ولا البس ولا اعمل اي حاجه خالص، حاسس ان ناقصني حاجه. اكيد يا ابني ناقصك اهم حاجه، ناقصك مراتك ست البيت ولا ايه؟ وطبعا لازم تروح تجيبها، اكيد هي وحشتك. والله وحشتني نكدك يا شيماء، البيت وحش من غيرك. شكلي كده اتعودت على النكد بتاعك. ده مين اللي جاي لي الساعه دي؟
شيماء. حقك عليا يا محمد. انا فكرت مع نفسي وعرفت اني بنكد عليك وزودتها معاك قوي، وصدقني مش هيحصل ده تاني وهفضل فرفوشه على طول معاك. وحشتيني. هو انا وحشتك بجد؟ تعرفي مع انك كنت منكده عليا بس والله العظيم وحشتيني قوي. حقك عليا يا حبيبي، انا فعلا غلطانه ومش هنكد عليك تاني. بجد؟ يعني اعتبر ده وعد؟ طبعا يا حبيبي، طبعا انت بقالك كام يوم كده من غير خناقات ولا نكد، اكيد طبعا كنت مرتاح. صراحه كنت مرتاح جدا. تقصد ايه؟ ان انا نكديه يعني وبنكد عليك؟ ما تقول كده ولا مكسوف تقولها؟ ما هو كل الرجاله كده، مهما تعمل الست ما تتشكرش في الاخر. انا تعبت واحترت معاك، كل يوم تنكد عليا وبتحرق دمي. لا بقول لك ايه بقى، انت تروحي تقعدي عند امك تاني سنتين 3 4 وبعدين ابقي تعالي تاني. يلا مع السلامه. استنى بس يا محمد. يلا بقى استنى ده انا بس. يلا مع السلامه. اطلع اكمل نومي.